ناس كتير سألتني إن هي عايزة تاخد المدام وتسافر دولة والمدام تولد فيها وياخدوا الجنسية. هنلف وندور ونقول تاني، حساب البنك ده مهم جدا عشان يفتح لك أي باب من أبواب السفر. أي دولة قوية أنت شايف إنك لو رحتها هتقدر تاخد منها الجنسية أو الإقامة، أو تاخد أسرتك وتوكل على الله، أو تاخد مراتك وتولد فيها هناك، مش هتعرف تتحرك غير لو حسابك البنكي قوي. لو ليك علاقات واشخاص معاهم فلوس، حاول تظبط حسابك البنكي تمام وتشتغل عليه. حتى لو انت مش ناوي تسافر انت وزوجتك، يا باشا انت ممكن، انت في اي وقت انت ممكن تحتاج تسافر اوروبا شنجن، او ممكن تسافر تاشيره انجلترا، تقدم على انجلترا. وتاشيره انجلترا قويه جدا، قويه جدا جدا بالنسبه لامريكا. فانت ممكن في اي وقت تحتاج تاشيره امريكا، ممكن تحتاج تاشيره اوروبا، ممكن تحتاج تاشيره كندا. ده كله معتمد على ورقك، انت راجل شغال ايه ومعاك حساب بنكي ولا لا. بالنسبه لامريكا مش لازم على الدي اس انك تملى الاستماره بتاعت الدي اس اللي بيساعدك، يعني مش لازم يكون معاك حساب بنكي. بس احنا بنقول فيما بعد لما تحب تقدم على امريكا وانك راجل سافرت اوروبا او راجل خدت تاشيره انجلترا، ده طبعا محتاج حساب بنكي، هتبقى فرصتك قويه في امريكا. طب احنا برضو خرجنا بره الموضوع، انت راجل عايز تسافر انت وزوجتك عشان زوجتك تولد مثلا في البرازيل. البرازيل محتاج كشف حساب بنكي اخر 3 شهور. منطقي انك ما ينفعش تقدم انت وزوجتك على تاشيره البرازيل وجوازكم ابيض. روحوا اي سفريه تانية وبعد كده قدموا على البرازيل. طبعا الزوجه لو ولدت في البرازيل، بالفعل الولد لما بيتولد في البرازيل بياخد الجنسيه من تاني يوم على طول. يعني انت مثلا النهارده انت خدت الاوراق من المستشفى ورحت سجلتهم في البلديه تبع المكان اللي زوجتك والده فيه، على طول على طول والله الجنسيه هناك بياخدوها. الولد بياخدها بشهر، يعني في خلال شهر بياخد الجواز مع الجنسيه تمام. وانت بعدها بفتره معينه بتقدم على الجنسيه انت وزوجتك تمام. يعني في متطلبات كده، ففي اقرب وقت وبتاخدوا الجنسيه عادي مفيش مشكله. بس لازم تكونوا متاقلمين، ولازم تكونوا قاعدين هناك، ولازم تكونوا تثبتوا انكم بتتعلموا لغه والكلام ده كله. بس الموضوع مش هياخد منكم سنه لو الزوجه ولدت فعلا في البرازيل. طيب علشان اخد زوجتي واسافر البرازيل واقدم على التاشيره ويكون فرصتنا في القبول قويه، حساب بنكي. وظبط لزوجتك بالمره حساب بنكي. ويا ريت والاحسن والافضل انك تسافر سفريه سياحيه، علشان لما تيجي تقدم على البرازيل يبان انكم انتوا الاثنين متيسرين ماديا وبتحبوا السياحه، وتاخد التاشيره بسهوله. يعني مش هتجازف بالتقديم. والتقديم عامه، يعني التقديم بالنسبه للبرازيل الرسوم تقريبا $80، بتدفع $80 في البنك، واللي بيساعدك في التقديم بيجيب لك الموعد عن طريق الموقع بتاع السفاره، وبتروح تاخد الاوراق دي كلها وبتقدمها. بس محتاجه منك كشف حساب بنكي وحاجه تثبت انك شغال. فيا جماعه الحساب البنكي مهم جدا، سواء للراجل المتزوج سواء للاعزب. لان الدول حاليا كلها، الدول القويه بتبص لك على انك مهاجر. عشان تثبت انك مش مهاجر، اثبت له انك متيسر ماديا في بلدك تمام. ده اللي انا عايز اقوله ودايما بقوله علشان الناس تاخد بالها، عشان ما تروحش تقدم مع اي مكتب تاني وتخسر فلوسها. تمام، بالتوفيق، سلام عليكم.